خوتي خواتاتي جيت نعاود لكم واحد القصة واقعية هي للعبرة. كان سميتها سميرة، في عمرها 25 عام، من عائلة فقيرة وإنسانة عادية، ما قارية ما والو. واخا هكاك كانت عاطية لراسها القيمة بزاف. كان الحلم ديالها تزوج بواحد الرجل لاباس عليه، وربي سبحانه وتعالى استجب للدعاء ديالها. دات رجل لاباس عليه، كان سبق ليه توفات ليه المرأة وخلات ليه وليد. المهم كان انسان الله يعمرها دار، كيتهلا فيها بزاف، بالمقابل ان سميره كانت كتهلا في ربيبها هشام بزاف، وما كانتش كدير الفرز بينو وبين ولادها هي، لان ربي نعم عليها بوليدات. ربي كان عطى ليها بنيته وليد. الحصول كبر هشام ومشى يكمل الدراسه ديالو في فرنسا، وبعد مده تزوج واستقر تماك وبقى كيجي مره. اما سميره بقات عايشه مع ولادها وراجلها، كانت كتبغيه وكتحبو، وكل شي كان زوين في حياتها، ومقابله غير الدار ومرتاحه. حتى لواحد النهار تفاجأت براجل ديالها دار واحد الحادثه، وعلى الاثر ديالها توفى. تصدمات وعانت بزاف ودخلت في حاله اكتئاب، لان اخر حاجه كانت كتوقعها راجلها يموت. اما ربيبها هشام جا وحضر الجنازه باه ورجع لفرنسا بعد ما وصاها على خوتو. المهم حست سميره بالرعب والخوف، فبين عشيه وضحاها لقت راسها مسؤوله على ولادها، وتماك فكرت في خوها الوحيد ودارت ليه الوكاله باش يبقى يساعدها. الحاصل دازت الايام ومشات الايام، وبعد الوفاه الزوج ديالها تقدموا بزاف ديال الناس للزواج منها طمعا في رزقها، لكن هي رفضت وبشده، لانها ما كانتش كتخيل شي واحد غادي ياخذ بلاصتو، خصوصا انها كانت كتموت في الرجل ديالها. المهم داز شي عام تقريبا على وفاه الرجل ديالها، وهي كتكتشف بلا صحة ولدها كتدهور وتبدل بزاف وجهه، ما عنده لا صحه لا جهد وضعيف. وتماك عرفت بلا ولدها مريض بالسرطان، وتماك كانت الطامة الكبرى، وبقات كتديه من طبيب لطبيب على اساس التحاليل والفحوصات، وما اكتفتش بهذا الشيء، ولات كتديه كل اسبوع للسبيطار ليتلقى العلاج، لكن للاسف وتقول واش كيقرب في هذاك الدواء. وتماك عاشت ظروف قاسحة وحالة صعيبة. المهم فاش لقات راسها مسؤولة على ولدها والعلاج ديالو، ما كان عليها غير خلات بنتها الوحيدة لخوها ما كانش كيولد باش يتهلا فيها هو ومرته على ما يبرى ولدها، لان ما كانش عندها الوقت باش تجلس معاها، خصوصا ان ولدها كيحتاج لجلسات العلاج كل اسبوع وخصها تسافر به للرباط. المهم استمر ولدها في العلاج وكيصارع الموت لمدة 4 سنين. وواحد النهار كانت غادية به للرباط على أساس العلاج، بمجرد ما دخلت دير ليه الحصة للأسف وصل الأجل ديالو ومات. وما حست براسها إلا وهي كتغوت بالجهد. تجمعوه لعدة كثيرة، حاولوا يصبروها، تجمعوا عليها الناس، كانت مقجوجة وكتبكي، بقاو كيواسيوها، لكن للأسف ما لقاو ما يواسيو، لأن البكا ديالها والخلعة خلاوها كتحس بيديها كتشطح وجسمها كيترعد، وبقى كيهبط عليها العرق، وأخيرا مسكينة تخربق عليها دماغها، فقدت عقلها. وما كدبش اللي قال بين العقل وفقدان العقل ريشة خفيفة، وأن الإنسان ممكن يفقد عقله في رمشة عين. المهم تجمعوا عليها الناس والدكاترة، بين اللي كيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبين اللي كيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وبين اللي كيقول يا ربي استرنا. عندهم الحق، المرأة مسكينة في رمشة عين فقدت ولدها وفقدت عقلها، ولات كتدخل كتخرج في الهضرة، مرة كتبكي ومرة كتضحك. دخلوا بعض المحسنين قاموا بإجراءات الخروج لولدها من السبيطار ووصلوها حتى لمدينتها، وفي نفس الوقت كلفوا بالدفن ديالو. هاد الشي كله وقع والمرأة في عالم آخر، أما عائلتها بقاو مصدومين من هداك الشي اللي وقع ليها، وعوض ما يساندوها ويحاولوا يديوها ويديروا لها شي رقية شرعية ولا يعالجوها في شي مصحة، إلا أنهم بقاو كيفكروا غير كيفاش يستوليو على رزقها، خصوصا هداك خوها اللي دارت ليه الوكالة. وحتى من بنتها الصغيرة ما كانش كيديها ليها تشوفها، كيقول بلا راه غادي تخاف منها. وعلاش لا؟ لقى الدجاجة بالكمون ديالها، السيد هو ومرتو عاقر
جات ليه الفرصة يكون أب ومرتو تكون أم. وعلاش يرد أصلا البنت لأمها؟ أما ربيبها هشام كانت جات غير مرتو، أما هو جا حتى كان فات على موت خوه شهرين، لأن الظروف الخدمة ديالو في فرنسا ما سمحتش ليه. لكن في نفس الوقت فاش تأثر بزاف فاش شاف مرت باه على هذيك الحالة، لأن مهما كانت كتصرف معاه غير بالخير وكتعاملو بحال ولدها. وعاود تاني فاش عاودت ليه مرتو على الحالة المزرية اللي وصلت ليها، الصراحة بقات فيه. المهم جلس معاها شي 2 ديال الأسابيع، ومن بعد مشى بعد ما قرر يديها معاه لفرنسا على أساس تعالج، وهداك الشي اللي كان. الحاصل ما جا فين يكمل شهرين على وفاة خوه حتى كان هشام دا مرت باه لفرنسا بعد ما صوب ليها الفيزا لمدة عام على أساس تمشي تعالج، وتماك دخلها لواحد المصحة. كان ديما كيراقب العلاج ديالها، ودار معاها هو ومرتو اللي ما يديروش شي ولد مع ميمتو، حتى عرف مؤخرا من الدكاترة ديالها بأنها كتحسن، وما بقى ليها الوقت بزاف باش ترجع لعقلها. وفرح بزاف وبقى هكا كيتابع الحالة ديالها، حتى لواحد النهار خبروه بلا بإمكانها تخرج لأنها ولات طبيعية. ولأنه هو كان دار ليها الفيزا ديال عام وكان بقى عليها شي شهرين، فرح هشام ومرتو قالوا على الأقل غادي تبقى معاهم هذيك شهرين وغادي يعتبروها فترة نقاهة، ومن هالنيت يردوا ليها البال واش برات مزيان. المهم خرجت سميرة من المصحة وولات الأمور على شكلها الطبيعي، بقات ساهية كتفكر وعرفت بلا ولدها مات وأن هداك الشي إرادة الله. وتماك فكرت في بنتها صابرين اللي خلات عند خوها، وطلبت من ربيبها هشام يرجعها للمغرب لأنها توحشت بنتها وما عليه غير لبى ليها الطلب. مشات سميرة وربيبها وكلها أمل باش تعيش مع بنتها وتحاول تعوض ليها أيام الحرمان واللي ضاع من عمرها. كانت مستعدة تعوض ليها كل حاجة، لكن للأسف فاش وصلت سميرة ما لقات لا دار لا دوار. خوها خدا منها أغلى ما كتملك، بنتها ورزقها، ورماها رمية الكلاب. خوها الله يسمح ليه باع ليها الدار ودا ليها بنتها وخوها المغرب. تخيلوا أن سميرة في واحد النهار دارت الثقة في خوها ودارت ليه واحد الوكالة مفوضة باش يسير ليها الأمور ديالها، لكن هو خان الثقة ديالها وباع ليها كل الممتلكات ديالها، واللي بقى كمل ليه بالتزوير وما اكتفاش بهداك الشيء، ما عليه غير خدا ليها بنتها اللي ائتمنته عليها. الصراحة تمادى بزاف وخرج فيه العجب، وبقى الحال في سميرة وحست بالقلب اللي دار ليها خوها وحست بالشمتة. أما هشام بقى مصدوم لأن رزق ضباه مشى نتيجة الثقة الزائدة، وعرف بالله هداك خوها زريعة خامجة، وفي نفس الوقت ما عنده حتى شي دليل وما عنده حتى شي جهد باش يرد الممتلكات ديالو، لأن كيف كيقولوا القانون لا يحمي المغفلين. وفي نفس الوقت بقات فيه سميرة وتذكر الهضرة ضباه اللي كان ديما كيوصي عليها، وأنها كانت ليه نعمة الأم واخا ماشي ولدها، وما كان عليه غير ردها معاه لفرنسا وساعدته الظروف لأن كان باقي على الفيزا 15 يوم باش تموت. مشات سميرة وهي كتحس بالعافية اللي فيها، ما يطفيها حتى شي ما، وذكرات خوها وكيفاش قلبه قاسح وغدر اختو. المهم بقات كتبكي بالحرقة. الحاصل مشى هشام لفرنسا من جديد ودا معاه سميرة، أما هي بقوة الصدمة والبكا وهداك الشي اللي ما نواتوش في خوها وبنتها اللي مشات ليها ورزقها اللي ضاع، رجعت ليها النوبة من جديد، لكن هاد المرة ما قدرتش تشافى منها، وهي حاليا راها في مصحة في فرنسا كتعالج. وهشام ربيبها ومرتو كيمشيو عندها كل أسبوع وكيتابعوا حالتها، وهذه هي قصتها. والعبرة من هاد القصة هو أن الطمع والجشع ما خلاو الحق الخاوة، وربيب صدق حسن من الأخ، ولكن ربي ما كينسى حتى شي واحد، واللي زرع شي حاجة يحصدها، وهداك خوها أكيد ما غاديش يفرح بزاف. خوتي خواتاتي ما تنسونيش باللايك ديالكم وتضغطوا على الجرس، وجزاكم الله كل خير، وإلى اللقاء في قصة واقعية أخرى.